فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. نعيم بيار الى جانب ياسين خليفي على مستوى الارتكاز، ويحتفل بحسام الصادق اجراء احترازي. الصادق في الاحتياط ممكن يكون واحد من الحلول، واحد من الاسماء التي تلعب دقائق في الشوط الثاني، لان هذه مباراة خروج مغلوب. مباراة خروج مغلوب معناه انه في سيناريوهات عديده مطروحه في هذه المواجهه. ممكن المباراة تمشي للشوطين الاضافيين وممكن تمتد حتى لركلات الترجيح، لكن ننتظر 90 دقيقة كيف سيدبر محمد وابي بأي خيار تكتيكي. هل سيندفع مع البدايات؟ هل يكون حذر مع الدقائق الأولى؟ هل يلعب بدفاع في الدقائق؟ الكرة لا زالت فيها خطورة، والحكم البيروفي يوقف اللاعب. هناك بهذا الشكل كامبل العرض على أبرزهم إيليا في نادي لوس أنجلوس، قادم على الأطراف بشكل كبير وكبير جدا. كوركورا والفرصة الأولى لمنتخب أمريكا، الضربة الأولى مبكرة. الكرة الأولى كانت في منتهى الخطورة على دفاعي المنتخب المغربي. من الثواني الأولى يبدأ المنتخب الأمريكي في الضغط على مرمى يانيس بين الشاوش، والكرة تتحرك كثير على مستوى تنشيط الهجومي. ياسين بيير ماتشيرانو المدرب الحالي لفريق المنتخب الأول غريماتشي. هذه الكرة العرضية بالراس نعيم، بل هو علي معمر بالراس، والكرة إلى الكورنر. الفرق الرائدة على مستوى التكوين هناك المغربية في مدرجات ميدان تساكيريس التغطية الدفاع. وعلى مستوى المركز الثاني يأتي المغرب وأمريكا. براوا كذلك يشرف على أكاديمية ومن أصول يونانية. الكرة مرة عثمان، انسل عثمان، العرضية غير معقول ضاعت كرة 77. وكذلك في نسخة 2000 كامبل يمشي بالكرة البينية العرضية. يانيس برافو. هنا نعيم بيار يساند. زابيري عندك الآن. زابيري يحاول في محاولة للمرور عن طريق تساكيري الأمريكية في بعض الدقائق. لازم نحاول في الكرة العرضية، تغطية ممتازة الدفاعي، وهذا هو المطلوب، عدم ترك في النهائي ونصف النهائي. نحن من ندافع في بداية المباراة. هذه الكرة للأمام، نوريس يرسلها طويلة الآن، الكرة للأمام في اتجاه عثمان معمر. نوريس فريسر، كرة للأمام. طبعا المنتخب الامريكي مرفوعه من كامبيل، لكن اما بعد ذلك يحاول الان من خلال الكره وطيله الوقت. هذه الكره العرضيه ضربت في العارضه وخرجت بعد ذلك. لقطه خطيره مره اخرى. جوتزو هو من رفع الكره تضرب في العارضه. وطبعا ساعيد الكلام مره اخرى. بالراس لا زالت مغربيه، والخطوره الشباك الأمريكية مع فؤاد السواني. الهدف الأول مشاهدينا، ياسر الزابري الجوليادور، ياسر الزابري بذكرياتنا الدافئة شهور في 2005. هنا يأتي الجديد بهجمة وبانطلاقة من الطرف الأيسر. فعل ياسر الزابري ينافس الكبار في هذا المونديال على لقب الهداف. هنا الفرحة الأولى، هنا الضربة الأولى، هنا الكرة الأولى في الشباك الأمريكية. جابها معمى، جابها والله جابها معمى، حطها بلمسة الفنانين الكبار. يا سلام على الإبداع، يا سلام على الفنيات، يا سلام على اللمسة بالكعب. أسيست خيالي يا معمى، أسيست ولا في الأحلام، أسيست ولا في الأحلام. نعم أسيست روعة من عثمان، الأسيست أشمل من الهدف، يا عثمان يا معمى. يا لو من أسيست يا عثمان، خيالي وجميل يا إذا هدف يحتسب، جول لفائدة المنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام، ساكيريس يرفع كرة كنية من جديد وبالراس مقطوعة ممتاز. الأول 1-0، واضح بأنه مباراتين وديتين أمام السنغال. إذا كرة على الطرف الأيمن، على استلام كرة على الطرف الأيمن، محاولة المرور فيها ركنية. الكورنر، نعم الزواني مشى للكرة وليس اللاعب.
الزواني يمشي للكرة والركنية بسرعة خارجة الكرة. حكم يشير إلى إذا أكد ضربة الجزاء. هو شاف بأنه كان في مسك من اللاعب علي معمر. الآن يتقدم كامبل في الشباك. الوجهة كان صحيحة لكن في نهاية المطاف هنا على اليسار بالنسبة للشاوش 1-1. هدف جاء في وقت صعب صراحة، هدف جاء في وقت صعب جدا. يعني كنا قريبين من نهاية الجولة الأولى متقدمين معلش لازلنا في المباراة 1-1 لفائدة المنتخب الأمريكي. لاحظ بأن كل الأهداف التي سجلت في مرمى المنتخب المغربي كانت من ركلة الجزاء. يمشي الزواني تقدم الزواني. فتراتكم هذه دقائقكم هذه العرضية. الحداد هو من سينفذ. حداد يرفع كون ياخذ وراد وترفع بعد ذلك بالراس. المنتخب الامريكي مقوصة بالراس الدفاعية بينما الكرة والمحاولة للجولة الثانية. عادت الكرة وناخذ بان من الاخطاء في منطقه الجفيه. محاوله المرور ولا شباب. نبقى مع هؤلاء الشباب نواكب هؤلاء ليقطع. والسعد الحداد في المسانده والبينيران والتغطيه بعد ذلك لباعولاقه من الجهه اليسرى. هذه الكره العرضيه الراسيه بعد ذلك ولكن الى خارج ارضيه الميدان. كريماتشي صاحب الراس معمر على الطرف الايمن. لا زالت امريكيه لمن على مشارف المنطقه لم يتحكم فيه. لا زال يحافظ على كورته. جسيم خسر. هنا ترفع داخل المنطقه. نعم هنا ياتي دورك يا السابري. عاد اليكم من جديد ليقول نعم لن نتنازل عن الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هكذا هو التحدي بالفعل. السابر يتحدى الدفاعات الأمريكية ويقول أنا حاضر. نعم سأكون الجوليادور في هذه البطولة. ماذا هناك؟ يبدو بأن بطاقة خضراء قادمة من المدرب الأمريكي في هذه اللحظات. هذا الصورة في كرة الجول. ياسر السابري يغارض الكل، يفاجئ الكل ليصنع التقدم مرة أخرى في الدقيقة 67. في الدقيقة 67 هذه الصورة، هذه الإعادة في كرة نعم سجل من خلال الجول. اللقطة سليمة. على ماذا يحتج؟ على ماذا يناقش في لقطة نعم كان فيها الأسبقية. جول نعم جول. حراوي يمرر كرة ترفع الكرة عالية. دائما أمريكية الآن العرضية عندك يعني من الجهة اليمنى العرضية. لاعبين ممكن متأثرين بسبب هذا المجهود. سعد مر يلا هنا يا سعد. برافو معما اللي سجل بها الخطأ. هذه الكرة على الطرف الأيسر فيها ضغط أمريكي لا محالة بينما الكرة والمراوغة على الجهة اليسرى العرضية. برافو يانس مغربية. هدف يقرب البعيد، هدف يقرب المسافات، هدف يعبد الطريق إلى المربع الذهبي. ياسين جسيم فعلا. ياسين جسيم فعلا. هذا هو التحدي المغربي، هذا هو الإصرار المغربي. لا مستحيل مع المغربي. هكذا التحدي للمغاربة. دخلوا التحدي فكانوا في الموعد. من هنا